سلام عليكم. في الفيديو ده انا جاي اكلمك عن اداب العزومات، ايه اللي ينفع نعمله وايه اللي ما ينفعش. لو العزومه دي في رمضان وانت رايحه عند اهلك او عند حماتك، اوعي تروحي على المغرب، اصل انت مش الظابط بتاع القلعه اللي بيضرب المدفع. لا، روحي بدري يا حبيبتي، في شويه سلطه عايزين يتعملوا، في سفره عايزه تتوضب، دول اهلك، يعني ما تعمليش فيها معزومه. لو بتشتغلي او جوزك بيرجع من الشغل متاخر والظروف ما سمحتش انك تروحي بدري، اعملي حسابك انك عندك شيفت بعد الفطار. وشيفت بعد الفطار بنعمل فيه ايه بقى؟ بنغسل فيه المواعين ونلم الاكل ونفضيه ونرص الاكل في التلاجة وتعملي شاي وتقدمي عصير وحلويات. روحي قبل الفطار احسن. خليكي ايجابيه، ما تبقيش زي منال مرات بسيوني. سامع يا بسيوني؟ انا مش بجيب في سيره منال ولا حاجه. الحاجه المهمه بقى تصرفاتك على السفره، وانا مش هعمل لك فيها امينه شلبايه، كله بالعقل والاصول يا حبيبتي. اغرفي على قدك، كلي على قدك، مش تملي الطبق على اخره وتاكلي معلقتين وتسيبيه. ولو معاكي عيال اغرفي لهم بقى على قدهم، مش تقعدي تملي في الطبق وتحشي والعيال تعك في الاطباق وترجع تترمي في الاخر. حبه صغيرين بحبه صغيرين، واللي يعوز نغرف له تاني. ونبهي عليهم بقى انه لا كلام على الطعام، ياكلوا وهم ساكتين، يحطوا لسانهم جوه بقهم. انا كده خلصت في اللي عايزه اقوله لك في اداب العزومات. لو في كلام انا ما قلتوش قولوه لي انتوا في التعليقات.